ممثل عمران وكالة البون أول المتأهلين للربع النهائي بطولة اللواء عبد القادر هلال. قاد لاعب ضبعان والماخذي وهاجر فريق وكالة البون للفوز أمام فريق مؤسسة الضبيبي ب4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم لحساب المجموعة الأولى ضمن بطولة اللواء عبد القادر هلال لكرة القدم. وتألق مختار الماخذي أكرم هاجر وأحمد ضبعان في المباراة، واستطاعوا أن يمنحوا فريق وكالة البون ممثل عمران في البطولة الغالية، وذلك بتسجيل رباعية فريقهم في المباراة التي انتهت بفوز مستحق وب4 أهداف. انتهى الشوط الأول بتقديم فريق البون بهدف أحمد ضبعان، ليعود النجم مختار الماخذي اللقاء في الشوط الثاني لتعزيز التقدم وتسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليختتم أفضل لاعب في المباراة أكرم هاجر بتسجيل رابع أهداف المباراة، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق وكالة البون ب4 أهداف. وهذا الفوز حجز فريق بون عمران مقعده في الدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط. قاد المباراة المدرب عصام الماخذي ومشرف الفريق الكابتن إبراهيم يحيى حزام الصعير. حضر المباراة المدير يحيى سنان الصعير والشيخ بشير فرحان الجسامية ورئيس اللجنة المنظمة مجاهد زايد والأمين العام لفرع الاتحاد بعمران عقل حمود الحايطي ومشرف فريق التعاون نجيب الشرعبي ومدير الكرة لفريق التعاون الكابتن ماجد الجسامي وضيوف الشرف والكابتن عبد الرزاق العشبي والكابتن أحمد عاقل. تقرير وتصوير عبد الوهاب العشبي، ومن الصوت صابرين عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نهدي فوزنا لمحافظة عمران كافة، وخاصة للشيخ بشير فرحان الجسامي، نقول له ألف ألف شكر على دعمه وتشجيعه لنا كرياضيين محافظة ونمثل محافظة عمران. ألف 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 شكر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز وال3 النقاط والتأهل إلى دور الثمانية. هذا كله بفضل اللاعبين، بفضل الكابتن عصام الماخذي، بفضل الشيخ بشير. هذا الفضل كله للشيخ بشير، وإن شاء الله نحن نقدم مستويات طيبة في الدور الثمانية ونرفع راس الشيخ بشير، وإن شاء الله البطولة من نصيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك لقادة البو كأنها ممثل محافظة عمراء، وإن شاء الله بالباقي المباريات. ونشكر القائمين على هذه البطولة، وهذه البطولة تحظى بجماهير كبير في الوسط الرياضي.